عندما يكون مع أقرانه يتألق لوحده، لمسة يسارية ساحرة. كل هذا هو الطفل لم يتجاوز 8 من عمره. أبهر المتتبعين وكل الأعين باتت عليه. موهبة سفيان تفتقت وظهرت وهو في 6، والخال خالد كان وراء الاكتشاف النادر. عندما كان في 6 لاحظت أنه يملك فنيات وخصوصيات على مستوى قدمه اليسرى. قلت حينها سأجرب، قد نستطيع إخراج شيء ما منها. عندها بدأت تلقينه تقنيات يمارسها عادة الكبار، وكانت النتيجة باهرة. سفيان لا يعي قيمته، يداعب المستدير بتلقائية وعفوية وببراءة الأطفال. بقي مجتهدا في المدرسة وهادئا بين عائلته. لدينا علاقة قوية ومتماسكة في العائلة. لديه أخت أيضا وهو تلميذ جيد ويعيش حياته بشكل طبيعي، وحتى الآن كل شيء يسير جيدا. مارادونا الجزائري الصغير يعشق خضر بلاده الأصل، وحلمه كان رؤية نجوم محاربي الصحراء عن قرب. الجزيرة الرياضية حققت حلم طفل نابغة وأدخلته إلى كواليس الخضر، بل حتى أنه داعب الكرة مع نجوم كان يراهم فقط على الشاشة الصغيرة. زيارة جعلت نجوم الجزائر الذين يتألقون مع أنديتهم الأوروبية منبهرين أمام فنيات الطفل.